السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي شخباركم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحيحة مزيانة كيف ديما. غابت عليكم شحال؟ ايوا انا جيت بدي عامرين. اليوم جبت لكم واحد الطبق ديال الحوت كيف كتشوفوا معايا. عندنا واحد الحوته تاخدوها من القياس اللي كان، المهم هذه متوسطه. صافي نقيوها مزيان، نعطيوها وقتها ونقيوها شي تنقيه ديال القلب، ولكن ردوا البال. هادوك سميتو الشوكات الا بقاو حتى ضربوا الصبع كيبقى مشكله، كتبقى تحرق والدار. ايوا ما عليناش، كاع الحاجه اللي كتكون زوينه كيكون فيها العذاب. هنا كيف ما كتشوفوا سالينا الحوته. والحاجه اللي زوينه الا بغيتوها تهز لكم العماره بزاف هي غتحلوها من الظهر ديالها. نقيوها مزيان، حيدوا ليها هذوك العين، حيدوا ليها داك كاع داك الغلاصيم وكل شيء حيدوه باش حتى حاجه ما تبقى لكم مزفره. مهم نقيوها مزيان، وهذاك الخيخ هذاك الدم اللي كيكون كحل تما ضروري حتى هو ما يتحيد حقاش تيكون حار. المهم ندوزو دابا للشرموله. هنا انا مشاليه المقطع، درت هنا فليفله، بصيله، زيتون، طريفه صغيورين ديال الدجاج اولا لاداند، ولقامه ديال الحوت، قزبر، بزار، ثومه، حامض، الربيع، كي قلت لكم، سكينجبير، بزار، خرقوم، الكمون، المهم العطريه ديال الحوت. صافي غادي نشحرها مزيان، ضروري تاخذ وقيتها. وهنا انا صايبت هاد الشعريه الصينيه او الشعريه ديال الروز على حسب اللي متوفره، ودرتها فميها طايبه، درت معاها عصايه سيدنا موسى باش تعطيها واحد التحيد لهذيك المذاق ديال الزفوره ديالها. صافي وخليتها تسقطرات وشربتها هاد سميتو الحشوه اللي درت هذيك اللي قامه مع الزيتون وداك الشيء كامل. غادي نخليها هكا كتشحر باش يلاه تشرب مزيان وتشرب هذيك اللي قامه وتولي في البنه ديال الحوت اللي بغيت. هاد الحشوه غادي نعمروا بها هذيك الحوته، ما هي ما شاء الله كتجي غزاله. وانتم تقدروا ترافقوا الحوت في طبق التقديم، تقدروا ترافقوه بخضيره، تقدروا تخليوها غير هكاك، المهم رافقوه بخضيره كتجي زوينه على حسب اللي متوفر عندكم. من بعد ما غادي طيب وغادي تشرب مزيان، غادي يبان لكم بلا راه الشكل ديالها صافي ولا صفر. هنا غنضيف الخل، عندكم الخل الابيض ولا بالحامض على حسب نتوما اشنو ما بغيتو. ايوا يا لاله هنا ضفت شويه ديال الملحه حقاش ما درتش الملحه. الحامض والصوجه والقامه وداكشي كله كيكون مالح، والزيتون. صافي حتى كتشوفوها تطيب، حتى كتذوقوا كتلقاو ولا ناقصه شويه في الملحه زيدوه، لقيتو هو هذاك صافي بركه هو هذاك. ايوا هذا الجهد سيادي. ندوزو دابا للمعقول. كيف قلت لكم هنا غادي نشدو الحوته، غادي نهزو النيت القامه اللي درنا على حساب سميتو على حساب القامه ديال الحوت. عادي راه كلشي تعرفها. كي قلت لكم ضفت هنا شويه ديال الحار مع الإقامة. صافي غادي نلبسها للحوته مزيان باش حتى هي تشرب هذاك المذاق وما تجيناش بنينه من الداخل ومسوسه من برا. صافي شوفوا تبارك الله كتهلينا في الحوته. اشنو تهلينا ولا ما تهليناش؟ ايوا هنا حتى هو غادي ندهن ليه هاد اللحم ديالها من الداخل، تهلاو فيها بحال شي وليد صغير. وهنا غادي نبداو عمري دكيها مزيان. الجهد اللي عندك عمريه، يا ما تخافيش منها غادي تقطع ولا شي حاجه، غير عمري وما تخافي من حتى حاجه. صافي هاد الشيء اللي كاين. ايوا كيف قلت لكم عمروها مزيان، تفوروا عليها، هي ما تخافوش منها غادي تقطع ولا شي حاجه، راه ما غاديش تقطع. عمروها مزيان كيف كتشوفوا ها نتوما. غير المهم تعاملوا معاها على انها وليد صغير. عمروا مزيان، لا نتوما غادي تضيعوا هذيك القامه وهذيك الشرموله، والله حتى كتجي بنينه تاكلوها غير هكاك. المهم غادي تخليوها هكا وغادي تدوزو دابا باش نحطوها في الطاوه اللي غادي تمشي لنا للفران. انتما اللي غادي نحتاجو فيها.
هو غادي ناخذ واحد الطاوه وغادي ندهنوه بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نضيف هذا الورق ديال الزبده حتى هو غادي ندهنو بشويه ديال الزيت واخا ما تلصقش. المهم كيف كتشوفوا معايا غادي تلمطوها بحال كتصايبوا في شي طربيه واضحه. ايوا هادشي اللي كاين، لمطوها وقولوا ما لمط. هنا دهنتها بواحد شويه ديال الزويته حتى هي من الفوق غير على حسب داك اللوين، اما راه كتجي ما شاء الله. دابا تشوفوا الشكل ديالها. صافي غلفوها مزيان وضيفوا واحد شويه ديال الحويمضات من الفوق. هانتوما عضوها بالحامض، خليها تعض الحامض مسكينه تحمض على قلبها. ايوا يا لاله لوي ودخليها للفران. هانتيا كتشوفي معايا، عطيها وقتها ولويها وحاولي عليها. صافي غادي ندخلوها للفران باش طيب على عافيه مهيله، ما تجهديش عليها الفران بزاف. كيف قلت لكم خليوها على عافيه مهيله وعطيوها حقه في الطياب. صافي دخلوها الطيب وغادي نتلاقاو فاش غادي توجد. وهنا من بعد ما طابت درنا الخس هكا وحيدنا هذيك الورق الزبده حيدناه. راه كتجي هشيشه. هاد الورق هذا غير دخليه تحت، ما غاديش يبغي يحيد لك حقاش على لا الحوته طابت بزاف. ايوا صافي هادشي اللي عطا الله، ولكن راها فنه. شتي الا تبعتي هاد الطريقه اللي كلاها غادي يقول لك اعطيني المقادير وعطيني الشكل الطريقه كيفاش درتيها. ايوا لاله بصحتكم وراحتكم جربوها ما غاديش تندموا عليها. هنا من بعد ما حيدنا هذاك الشيء اللي زايد واللي باين صافي غادي ندوزو دابا لتقديم الطبق. ايوا هانتي كاينه شي حداقه كيجيتكم. ايوا لاله هادشي اللي عطا الله. من بعد غادي نضيفوا لها هكا خضيره. هنا الا بغيتو نشارك معكم هاد الطريقه ديال الرز بالخضره قولوها ليا، حتى هو راه صورته كيجي غزال ما غاديش تشبعوا منه. المهم هكا رافقيها باش ما بغيتي. الا ما بغيتيش ديري الرز بغيتي ديري كل حاجه بوحدها، ولا ديري الرز في طبيصلات وخضيره هكا في الجنب حتى هي مزيانه. انا هذا جا ساهل. صافي درنا كلشي دقه واحده وسدينا عليه الكوكوط. صافي هذا كيطيب في الكوكوط. المهم هذا الشيء كي قلت لكم بغيتو ديروا كل حاجه بوحدها، بغيتو ديروا هاد الطريقه انا غادي نشاركها الناس معكم. صافي غادي نستمر على هذا الشكل حتى كيوجد الطبق ديالي وغادي تشوفوه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير، ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد بوصفه جديده ان شاء الله كيف العاده. الا كيعجبوكم هاد الوصفات خليو لي في لي كومونتير شجعوني. يلا خليتكم على خير ونلقاكم في فيديو جاي ان شاء الله. هنا رانا درت معاه شويه ديال الباربه. هذا هو الشكل ديالها. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كتجي غزاله وطايبه. يلا خليتكم على خير.